القولي لامي على كيف لامي كان حتى ابو حازم والله الشام سيد جبار هم صورنا واحنا قاعدين يا الله ابو زوين، حبيبي الغالي. شو اليوم مصاب كابتن؟ اي والله عندي اصابه اليوم. الحمد لله والشكر. اليوم جد بالشهر؟ اليوم 31. 31 شنو؟ 31 12 2020 2020 يعني اخر يوم. اخر يوم ان شاء الله اليوم. يا الله. ابو علاوي تحياتي. كابتن شلونك؟ شلون حياك الله يروح. الله يحفظك كابتن، طول عمرك. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. خير كابتن. عيد عليكم بالصحة والعافية. ان شاء الله سنة خير وصحة وعافية عليكم ان شاء الله. يا الله. الله يحفظك. حبيبي. صوروا لنا الناشئين مولاي. مسون كان. انت بس بالكاميرا عليك ايش فيك؟ مشيت؟ هلا كابتن صباح الخير. صباح العافية حبيبي. طبعا اول مرة بالتاريخ نلعب صباحا. ليش يعني يعني؟ مستغربين. مناسبة ايش هاي اللعبة صباحا؟ مناسبة ويا ناشئي سفانة الجنوب من قضاء القرنة، والمباراة اليوم على ملعب القرنة. كابتن انتم رواد هم ناشئين شلون هاي ترى؟ كابتن هي تمت الدعوة من قبل كابتن حسين ابو ناشئي سفانة الجنوب، قال نريدكم تجون تلعبون ويانا او يعني مثل مباراة خيرية احتفائية، واحنا ما نريد نكسر واسم، نريد بالعكس نسوي لهم دافع معنوي. ناشئين مثل ما تشوف ناشئين هم وشبال، نريد نسوي لهم دافع معنوي ونسوي لهم مثل ما تقول شيء يعني بهاي المناسبة. تعرف هاي السنة كانت سنة حزينة جدا على العراقيين، خصوصا على الناشئين والشباب. هاي العنصر الشباب والناشئين، يعني هاي السنة كانت سنة صعبة جدا عليهم. فاحنا منا احتراما وتقديرنا لهذول الناشئين والشباب، اليوم جينا وجبنا الرواد كلهم واحتفينا بيهم، يعني مناسبة عزيزة علينا. نأمل ان شاء الله السنة هاي سنة خير عليهم وعلينا جميعا ان شاء الله، وايضا ذكرى تبقى ذكرى يعني. زين. كابتن شعارك احنا رغم كبر الاعمار ورغم انه رواد كابتن علي جينا وحضرنا، بالعكس شرفنا نحضر ويا الناشئين. لازم ندعم الرياضه، ندعم الناشئين، ندعم الشباب، هم المستقبل ان شاء الله. شعاركم كرة القدم شنو كابتن؟ هو كل من يقول هي الرياضه يقول حب وطاعه واحترام. نعم. هذا الشعار الرياضه بصوره عامه كابتن، بس كل واحد عنده وجهه نظر. انا بالنسبه لي كره القدم شعاري هذا العمر، يعني عمر الرواد، هو انه كره القدم تجمع ولا تفرق. ما يحتاج تفسير كابتن، يعني صح له ولا ابو علي؟ ما يحتاج تفسير. كره القدم تجمع ولا تفرق، كره القدم تقرب ولا تبعد، كره القدم للحب والاحترام والتعارف، مو للفوز والخساره. هذا شعاري كابتن، مو اليوم انا صار هواي. وانا ادعو يعني جميع الرياضيين انه يخلون هذا. احنا مو منتخبات ولا انديه، احنا فرق شعبيه، احنا رواد. حتى مضمون الفرق الشعبيه يجب انه كره القدم تخليك تكسب صداقات، تكسب اخوان، تكسب اصدقاء جدد، ما يخليك تخسر. خصوصا اللعب القوي واللعب نعم اللعب القوي من يصير كابتن النصر. اللعب القوي والكلام، بعض اللاعبين مرات يفقد السيطرة على نفسه، يصدر منه كلام بذيء. لا، خلي كرة القدم منبر لأخلاقك. إذا عندك أخلاق متربي، خصوصا أخلاق محمد وآل محمد، المفروض تجيب أخلاق، هاي الأخلاق الطيبة تنفذها بالملعب. ليش؟ لأن الملعب كابتن أحمد هو ميدان، مثل ما تقول شلون ميدان حرب، لازم أخلاقك الحلوة تبين هنا، أخلاقك الحلوة تبين هنا، أخلاقك تبين يعني لأنه تفقد أعصابك. الإمام علي عليه السلام يقول من غضب منك ولم يقل فيك شرا فهذا اتخذه صاحب. هاي مفهوم الكابتن حبيبي. مشكورين كابتن على الدعوه وعلى المجيء الملعب الشرش. طول عمرك ويخليك ان شاء الله. والله انت جاي تجمع الرواد، تجمع الشباب الدير والرواد كلها على يعني سيد جبار. مشكور سيد جبار ان شاء الله ويحفظه ويطول عمره ان شاء الله. سنة خير ان شاء الله. علاوي هم شيء اريد اخوان، احنا اسم الفريق رواد بابا جبار، يحط علامة، هاي العلامة اللي تجمعنا. مرتضى وكرار ما شاء الله يجمعون. فهو مو فريق خاص، يعني لا رواد دير ولا رواد فلان
هو فريق مفتوح لاي واحد يحب يلعب ويانا، اي واحد يحب يجي اهلا وسهلا، من القدماء من اللي ما موجودين ويانا. يعني اي واحد يحب يجي اهلا بدون دعوه، يعني يخابر يقول انا جاي وياك، يقول له اهلا وسهلا على العين وعلى الراس. تحياتي لجميع الرواد، وتحياتي لكل الرواد بكل محافظاتنا العزيزه. الله يحفظك. والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. الحمد لله على شكرا، نعمة العافية. الحمد لله والشكر لله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صورت بتوليه. أحسنت كابتن. كابتن.